ابو عميم حياك الله. هلا بشرنا عنك طال عمرك. زي العسل الحمد لله. يا حبي لك زي العسل يا حبيبي زي العسل. نحن في حي الصالحيه في مدينه الرياض. نعم طال عمرك. قبل ما نتكلم عن قصر الزواجات حق الدخيل خلي الكاميرا نعم تبترم على المتوسطه الثالثه بالصالحيه. احسنت. طبعا يحدنا من هذا الموقع شرق طريق الخرج. نعم الدويره. الدويره. نعم. وهذا قصر الدخيل اللي هو يعتبر شمال متوسطة الثالثة بالصالحية. نعم. طبعا قصر الدخيل هذا اللي صاحبه عبد الله الدخيل او الدخيل. نعم ابو علي. ابو علي. نعم. وبعدين سبحان الله طلعوا من القصر عام 1401. نعم. وجلس تقريبا ابو عبد الله اذا ماني بواهم 2 3 سنوات. أحسنت. قصر زواجات ما في الا خرش عود. خرش عود وطبوق. دخل ايدك بصح ما تطلع الورده. نعم. ولعب. ايه. ليه وعظام وروس ومخ. ما تشوفنا اذكياء. إيه؟ كله من هالقصر هالزواجات. احسنت. طبعا حجر على الديزاين حقه. ايوه ناظر ابو عبد الله. طبعا هذه صلحت جديد. نعم. اخوهم يوم باع البيت الظاهر إيه؟ ولد عمه ما اخذ الا البيت او كذا انا ما سمعنا. نعم. وفتح بويبات ولا اول جوا. إيه؟ على ما سمعنا ان فيه بركسه اللي هو مسبح وفيه نخل وفيه دكه وفيه ما شاء الله اهل الدخيل او التخيل. نعم. يعني بيت عام. طبعا لماذا صار قصر الزواجات؟ الا من الكبر. اكيد. ايه. نعم. طبعا تعقيبا لكلامك الله يطول بعمرك. إيه؟ هذا القصر قصر عبد الله الدخيل ابو علي الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية لعياله ولا هو توفي رحمة الله عليه ويجعله بالفردوس الأعلى يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. مساحة القصر 5000 متر. نعم. طبعا هذا القصر أسس في السبعينات هجري. في السبعينات صحيح. هجري آنذاك. طبعا القصر هذا كان يضم قرابة 100 نخلة. نعم. 100 نخلة. نعم صح. طبعا تعقيبا لكلامك الله يطول بعمرك ويسعد. اللوحة هذه ما زالت موجودة. مدخل الرجال. ممتاز. شايف الله يطول بعمرك. طبعا في مدخلين، مدخل للرجال ومدخل للنساء. من اللي كان يعرسك الحين بالقاعات؟ ما كان احد يعرس بالقاعات. الحياة بسيطة الحمد لله. حلو. عام 1401 زوج عبد الله الدخيل رحمة الله عليه بنيته بهالقصر. ما احنا بذاكرين من تزوجه. شفت ولا لا؟ ولما تزوجت بهالقصر هذا قاموا طال عمرك الدخيل وطرح براسه فكره يلي هو عبد الله الدخيل. وش الفكره ابو عبد الله؟ بانه ياجر هالاستراحه اللي كانت يعني ما يجيها الا يوم بالاسبوع او يومين. قام واجر طال عمرك قاعه زواجات. حلو. عام 1401 هجري اجر يوميته ب 5000 ريال. اللي الان نقول فلان استاجر قاعه ب 100000 وب 50000 وب 40000 كانت اجار هذه ب 5000 ريال. الله المستعان. وشلون ابو عبد الله لما اجي اطلع العائله تجي لهم ميكروفون هنا عائلة الفلان التوجه مع الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الساعة 10 بالليل ينادون. الله المستعان. طبعا بعد السنتين اجر القصر على شخص اسمه الحميد. الحميد. نعم الحميد. اجر عليهم طال عمرك ب 700,000 ريال. حلو. ب 700,000 ريال. بعد السنتين الله يطول بعمرك تفضل. بعد السنتين بدأ ينزل الأجار. بعد ما أجروه ب 700 أول سنة ثاني سنة بدأ ينزل الإيجار وبدأت تقل الطلب على القاعات. بدأت تقل ايش؟ بدأ يقل الطلب على القاعات آنذاك. اسلم. فبدأ ينزل الأجار. بعد ما خلص الحميد اجر على واحد يقال له فهد السولو. فهد السولو. الله يجعله بالجنة ويغفر له ويرحمه. طبعا القصر هذا وش كانت إمكانيته؟ بسط حمر، دلال، بريد، طقاقة، أفلح من ذكر الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا بنات ارقصوا وغنوا يا مو يا الخيزرانة الأسمرجاني أغنية عتاب. وهذه أغانيهم. شفت ولا لا؟ حلو ابو عبد الله. 5000 متر قصر الدخيل الواقع بالصالحية. طبعا معلومة الله يطول عمرك. الجوة طال عمرك قرابة حدود 100 نخلة جوا.
وكان طال عمرك في حوش الا البقرة وحوش الا الغنم، وكانوا يزرعون به طال عمرك الزك ويزرعون به الدقاق وكل شيء يزرعونه فيه. يا سلام. طبعا يا سلام. المعلومات هذه الشكر والتقدير لاخونا علي بن عبد الله الدخيل ابن صاحب هالقصر. يا سلام. عمره الان فوق ال70 سنه، الله يختم له بالجنه يا حي يا قيوم يا رحيم. طبعا الاخ عبد الله الاخ علي ذكر لنا ان القصر هذا مبني بالسبعينات هجري. نعم بالسبعينات هجري كان مبني هالقصر هذا. حلو حلو ابو عبد الله. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الفردوس الاعلى. احنا دائما ترى بالمقاطع ذي نقول للناس يا جماعه الخير ترى الاسراف ترى الله نهى عنه. الله اكبر. صحيح. في قاعات الزواج. نعم. فاحمدوا ربكم على النعمه اللي انتم فيها، نعمه الامن والامان ونعمه طال عمرك النعمه اللي احنا موجودين فيها، الله لا يزيلها ما بين ايدينا. اللهم امين. صح ولا لا؟ ما في شك، اكيد اكيد ما في شك. الحمد لله. والكاميرا هذه ابو عبد الله ها داير ما دار على القصر. نعم. وحقيقه مبنى جبار، يعني شوف الزاويه هذه كلها بلك، عفوا كلها الحصى. نعم. ومثل ما اسلفنا يعني 5000 متر. نعم. وشوف النخل اللي جوا. احسن. طبعا في ملحوظه بوريك اياه الله يسلم. طبعا هذا الحجر كان يسوس فيها المباني، هذا كان يسوس فيها المباني. وشوف عمليه اللفه هذه، شايفها شلون؟ ايه علشان ما تاثر بالسيارات. اي نعم صح. هندسيه كذلك طال عمرك. شوف البرنيطه، شايف البرنيطه؟ ترى ممدوده البرنيطه. نعم. شوف وكانت لها دور يعني مترين داخله، ترى نص متر جوا. نعم. ولا ننسى قدام القصر السوبر ماركت. اي الله المستعان، السوبر ماركت هذا بعزه. الله اكبر. والبيوت بيوت الصالحيه طبعا اغلبها كانت طين. نعم. ومسلح، الحين شوف اغلبها عمرت. طبعا المدرسه المتوسطه الثالثه على اليسار هذه هي، ورانا اللي يلفون الديناموات اللي هو دوار الخرج. دوير الخرج. احسنت. نعم. يا اخي تبي الصحيح، جميل الانسان لما يتذكر الماضي الجميل. اكيد اكيد. الله يغفر لذيك الانفس. اللهم امين. يسكنهم الفردوس الاعلى ويجعل كل من تزوج بهالبيت بالرفاه والبنين ويرزقهم الذريه الصالحه باذن الله. باذن الله. تخيل المعرس عام 1401 يعني اعمارهم على 45 44 سنه 43 سنه الزواج. إيه الحين اعمارهم فوق ال70. الله صح ولا لا؟ وحنا نقول الله يرزقهم الرفاه والبنين. اي نعم. ودعناك الله طال عمرك. اكيد اكيد. هلا ابو هلا والله.